في مجال الفنون، وبدأ متأخرا ربما لكن بقوة في ميدان الرواية من خلال الكثير من الروايات. بدأت بروايات حول بغداد، ثم انتقل إلى روايات المتاهات، متاهة إبليس، متاهة آدم، متاهة حواء، متاهة العميان. لماذا هذه المتاهات أستاذ برهان شاوي في هذا الأجساد الروائية المتعاقبة؟ أنا أجبت، وهذا السؤال الحقيقة يطرح علي أنه لماذا المتاهات يعني، ودائما هو جوابي يكاد يكون يتكرر أنه نحن في متاهة، النفس البشرية متاهة، حياتنا متاهة، نعيش في كوكب متاهة، وفي مجرة متاهة، وفي كون متاهة، لا نعرف حدود الكون ولا خارطته ولا قاع السماء ولا سقف السماء ولا شرقها ولا غربها. وكذا الأمر في ما يخص النفس البشرية، حياتنا يعني النفس البشرية. هناك عالم نفس يتحدث، كارل غوستاف يونغ، يتحدث عن جبل الثلج، الإنسان باعتباره جبل الثلج، وبما معنى أنه وعي الإنسان هو القمة الظاهرة فوق الماء، و90% من هذا الجبل تحت الماء والذي هو اللاوعي. فنحن في متاهة اللاوعي الفردي والجمعي، وأعتقد لا يوجد من يعرف نفسه جيدا، لأنه مهما اعتقد الإنسان أنه يعرف نفسه جيدا فهو يجد نفسه في لحظة ما أنه لا يعرف نفسه. عندما نتحدث عن هذه الضبابية نتحدث عن الوهم الذي تجسد في واحدة من كتاباتك المتعلقة بالكتابات الفكرية، تحدث بالتحديد عن كتاب وهم الحرية. صحيح. هذا المذهب الذي يجنح إليه برهان الشاوي في التشكيك في 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 في, في دوام طرح الأسئلة عن ما الذي على أي شيء نتج هذه الطروحات دائما التي تطرح الأسئلة؟ يعني أنا كنت مهووس جدا بفكرة الحرية وفكرة الإرادة والاختيار والتيسير والتسيير، ووجدت أنه تتبعت فكرة الحرية في ما قبل الأديان، في الأديان القديمة، وفي الفلسفة اليونانية، وفي الديانات التوحيدية، وفي الفلسفة الحديثة، وتتبعتها في النصوص المقدسة، وتوصلت يعني ربما أنا على خطى وطروحات باروخ سبينوزا بأنه ليس هناك حرية. الإنسان يوهم نفسه بأنه حر، لأنه كل شيء في هذا الوجود وفي هذا الكون مبني على مبدأ السببية، وبالتالي هناك ضرورات تحكم حرية الإنسان. بمعنى من المعاني كلانا الآن نجلس ونملك، كل من يملك جسده، ولكن أي من عندنا ليس حر في جسده. بمعنى نحن لدينا حواس، هذه الحواس محددة في قوة البصر وفي قوة السمع وفي قوة ولكننا لا نستطيع أن نزيد مهما أردنا، أن نزيد أن نبصر أبعد مما مقدر للعين أن ترى، ولا أن نسمع أكثر مما مقدر للأذن أن تسمع، ولا أن نشم أكثر مما مقدر لحاسة الشم أن تشم. وأيضا حينما نأكل ونشرب لا نستطيع أن نتحكم بالتمثيل الغذائي ولا بالعمليات التي تجري في التمثيل الغذائي، ولا نستطيع أن نتحكم في نبض القلب، ولا نستطيع أن نتحكم في الدورة الدموية، ولا في الكبرى والصغرى، ولا في الجهاز العصبي، ولا في التنفس، ولا في يعني هناك هذا جسدنا هو ليس ملكنا. بمعنى من المعاني أنه حتى نحن إذا جاءنا يعني امتلأت المثانة وأردنا التبول، إذا لم نتبول سنتبول على أنفسنا. هذا الطرح الفلسفي أستاذ هذا جانب. نعم. هذا جانب من السؤال. الجانب البيولوجي، هاي الضرورة البيولوجية. نعم.
هناك ضرورة كونية بمعنى من المعاني، يعني احنا محكومين بتتابع الليل والنهار، لا نستطيع أن نجعل من النهار ليلا ولا من الليل نهار، ولا أن نغير بترتيب الفصول، الشتاء الربيع الخريف الصيف الخريف، ويأتي الشتاء، وهكذا. لا نستطيع أن نغير هذه الدورة، ولا نستطيع أن نغير من مكان الأرض في المنظومة الشمسية، ولا نستطيع. إذن نحن لدينا وهم عن حريتنا، أن أتحرك بإيدي اليسرى أو بإيدي اليمنى، أو أكل بهذه أو أقرر، لا يبقى سوى حرية الفكر. وحتى حرية الفكر، علماء السوسيولوجيا وعلماء النفس يقولون أن الإنسان يطرح الأسئلة التي وجود الاجتماعي هو الذي يحددها. يعني نحن لا نستطيع حتى أن نطرح أسئلة خارج نطاق الوعي الاجتماعي والمحيط الاجتماعي الذي نعيشه. نعم، هذه الطروحات الفلسفية التي تتكي على السؤال المكرر: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وكثير من المدارس الفلسفية التي تلامس النواميس الدينية، خصوصا عندنا احنا كبيئة مسلمة. وعندما أقول ألامس قد تصل أحيانا إلى التصادم. أنا سمعت لك مرة وقرأت لك مرة تصريح ربما ينسجم مع الطروحات التي قلتها، قضية أنه الدين يؤدي إلى الإلحاد. إلى أي مدى برهان شاوي يصر على هذه الفكرة؟ لا، حديثي عن الحرية ليس له علاقة بهذا الطرح. يعني حتى في النصوص المقدسة، يعني لو نأتي إلى القرآن الكريم لوجدنا هناك آيات تفيد الاختيار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة إمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهديناه السبيل فأما كافرا وأما شكورا. إذن هناك إرادة للإنسان، ولكن هناك آيات تبين أنه يهدي الله من يشاء وكل شيء، يعني بمعنى هناك أمور لا يحققها الإنسان مكتوبة عليه، وهناك آيات تفيد أنه هو حر. فحتى في هذا الجانب هناك آيات تفيد الاختيار، وهناك آيات تفيد التسيير. أما حديثي عن الدين يقود إلى الإلحاد، لأنه أنا أعتقد تاريخ الفكر البشري مر بمراحل، مر من الطوطمية ثم السحرية ثم جاء الدين، وما بعد الدين جاء العلم. يعني السؤال الله حاول ما قبل الأديان، حاول الدين أن يجيب عليه ولكن لم يجب عليه، وحاولت الفلسفة فيما بعد أن تجيب عليه ولم تجب عليه، لأنه انشقت الفلسفة إلى مثالية ومادية. العلم وحده يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، وفعلا الطروحات العلمية تجاوزت الكثير مما جاء في الكتب والنصوص المقدسة. تعرف، يعني أنا حينما قلت إنه الدين يقود إلى الإلحاد، بمعنى الممارسة الدينية اليوم تجعلك تعيد النظر وتشكك بالقيمة الأخلاقية الموجودة في هذه الأديان حينما بدأت. أنا أميل إلى مبدأ الشك يقودني إلى اليقين، واليقين يعيد أسئلة الشك من جديد، وأبحث، يعني هناك بحث مستمر. المفكر والفيلسوف الجزائري محمد أركون دائما كان يرافع نقد نظرية الجهل المقدس، وما اعتبره بالضبط مع الرواة خصوصا والعرب إلا للتراث الديني، للنص الديني، والخوف من التعاطي معه كما دعا ابن رشد سابقا. هل برهان شاوي ينسجم مع هذا المنطق؟ بالتأكيد أنا مع يعني قراءة الأديان قراءة تاريخية وأنسنة المقدس. يعني يجب أن نقرأ الأشياء بتاريخيتها وبأسبابها وبدوافعها، ولا ندخل بتأويلات يعني ميتافيزيقية، لا تأويلات غير علمية بمعنى أو ما ورائية. يعني حينما نعجز أو نجد تناقض في شيء ما
لا ينسجم مع العلم ولا ينسجم مع المنطق العلمي نقول هذا يعني تأويل، ونحاول أن نحيل إلى المقدس. المقدس شيء خارج التاريخ وخارج الجغرافيا وخارج الضرورة وخارج المنطق، يعني لذلك لا يناقش، وهنا مشكلة. عندما نتحدث عن المقدس نتحدث بالضرورة عن النص القرآني، وهناك المقدس ليس بالضرورة هو النص القرآني. لا، أنا آخذ فكرة النص القرآني باعتباره جزء من المقدس العام الشمولي. يتحدث عن النص القرآني الذي ينظر إليه الكثير من المسلمين على أنه نص مقدس لا يمكن الجرح فيه أو نقده بأي شكل من الأشكال. بالنسبة للمسلمين المسيحي لا ينظر للقرآن نظرة مقدسة ولا اليهودي، ونحن لا ننظر إلى الأناجيل ولا إلى التوراة نظرات مقدسة، وهناك من لا ينظر لكل الأديان نظرة مقدسة. المقدسة يخص الذين يقدسونه ليس أكثر. يعني القرآن نص مقدس بالنسبة للمسلمين، ولكن لغير المسلمين هو غير مقدس. قد يقبل العقل العربي المنسجم مع النص القرآني أن يأتي النقد من غير المسلم، لكن عندما يأتي النقد من بيئة عربية من مفكر عربي يصبح الأمر ربما عرضة للهجوم، وهذا هو المشكل. بينما نحن أدرى بلغتنا وأدرى بتاريخنا وأدرى بجغرافيتنا وأدرى بأسباب نزول وأدرى بتاريخ الدين وتاريخ الدعوة، وبالتالي مراجعتنا تكون هي أكثر دقة من الآخرين. ولكن لكون الآخر لا ينظر إلى الدين ولا ينظر إلى النص القرآني نظرة مقدسة، فهو أكثر جرأة من عندنا في تفكيكه وفي إعادة صياغته وفي نقد وفي يعني الحديث عنه. نحن لا نستطيع ذلك. من يتجرأ، هناك كثير من الفلاسفة المفكرين المسلمين الذين حاولوا ويعني تعرضوا للتكفير وللقتل. يعني صحيح. علماء الكلام تعرضوا للقتل في العصر الأموي، وكذا الأمر في العصر العباسي، والأمور جرت كثيرا يعني. لكن في العصر الحديث هل تعتقد أستاذ برهان شاوي أنه العقل الجمعوي العربي مستعد لتقبل بعض الأفكار الجريئة؟ لا يتقبل. تعرف كل طرح جديد يقابل بالهجوم. يعني نحن نعرف أنه فرج فودة قتل لأنه بدأ يبحث. قبلهم كان طه حسين حينما تحدث عن الشعر الجاهلي وتحدث عن كل النثر قدم إلى المحاكم، وتعرض غير يعني المفكر الذي يعني ذهب إلى هولندا ويعني فصلوا عن زوجته. وهناك المصري المصري حامد أبو زيد. نعم. ونجيب محفوظ تعرض للقتل من أجل رواية، وهناك شعراء تعرضوا للقتل واغتيلوا في أماكن ودول عربية كثيرة وهم شعراء. يعني كل ما هناك يعني نحن الحقيقة في هذا العصر نعيش فترة مظلمة، لأنه في التراث الإسلامي حينما ننظر إلى الوراء كانوا أكثر حرية في مناقشة الأمور الدينية مما نحن. هناك يعني تفاصيل في كتب نجدها في العصور السابقة من الحرية. نعجب اليوم أنه لا نتجرأ أن نعيد أن نفكر مثل ما فكروا قبل 1000 سنة. يعني طروحات أبو بكر الرازي أو الجاحظ أو ابن الراوندي أو ابن رشد أو غيره من الفلاسفة والمفكرين الذين تحدثوا بشكل تجريدي وبشكل عميق عن الجوهر، لم يتعرضوا مثل ما تعرضنا له. كل ما هناك ربما يعني حرقت كتبهم ولكن لم يقتلوا. نحن اليوم لا نتجرأ. هناك مفردات وجدت في عناوين لكتب المفكرين والفقهاء. اليوم لا نتجرأ. هذه المفردات أصبحت خادشة للحياة وعيب وفسق وفجور، ومن يتحدث بها ربما يعني ينبذ يفرد عن القطيع. بالحديث عن تجربة برهان شاوي، الذي لم يتجرأ عليه برهان شاوي في كتب الفكر
وفي تضمين أفكاره في كتب الفكر تجرأ عليه في الرواية. هل أصبحت الرواية عند برهان الشاوي ملجأ لطرح أفكاره التي قد تبدو جريئة في كتب متخصصة؟ لا، في كتابي وهم الحرية أنا أناقش الفكرة بصراحة شديدة. يعني هناك هو يتألف من مجموعة يعني يمكن 18 فصل، يعني 9 فصول أو 8 منها عن الفكر الأوروبي والبقية عن الفكر الإسلامي، يعني وصولا إلى المعتزلة. ناقشت علماء الكلام وناقشت القرآن وطروحات التخيير، وناقشت قضية آدم وسؤال آدم وسؤال الحرية في القرآن والفترة الأموية وصولا إلى نهايتها إلى ظهور الدولة العباسية والمعتزلة، وتحدثت بصراحة عنها. يعني ورغم هو كتاب مراجعات أكثر مما هو رأي فكري، ولكن في المتاهات أنا توغلت في ما يطلق عليه عادة بالثالوث المحرم، يعني توغلت في الجنس والدين والعنف السياسي، منطلقا من العراق جغرافيا لي باعتباري أنا عراقي يعني، وأعرف هذا التاريخ العنيف وأعرف أحداثه، وبالتالي يعني من خلال شخصياتي حاولت أن أتوغل في الذات الإنسانية وأعماق النفس البشرية، وأتحدث عن الرغبة وعن فكرة الخطيئة كما وجدت في الأديان وكما هي في علم النفس التحليلي. حتى في عناوين الروايات عندما نتحدث عن متاهة إبليس ومتاهة آدم ومتاهة حواء، هنا ننبش بشكل أو بآخر التراث الديني، خصوصا التراث الديني الإسلامي. لا يعني شوف، دعنا لا نبالغ بالأمور. الإسلام دين مضى عليه 1413 سنة، لكنه دين، وتاريخ البشرية لكنه دين ينسجم مع قناعات كثير من الذين يمثلون البشرية اليوم. لا ينسجم مع المسلمين. نعم. لا ينسجم مع غير المسلمين. هناك يعيش 7 مليار شخص على الكرة الأرضية، مليار منهم مسلمين و6 مليارات غير مسلمين، مليارين مسيحيين ومليار من الملحدين ومليار من البوذيين والهندوسيين، وهكذا هو التقسيم. لا مكانة للإسلام في العصر الحديث في منطقة برهان شاوي. لا هو جزء من الأديان الثلاثة التوحيدية الثلاثة. هناك الدين المسيحي وهناك اليهودية وهناك الإسلام. المسيحية مضى عليها 2016 سنة، الدين اليهودي مضى عليه ما يقارب 3000 سنة، ولكن تاريخ البشرية، التاريخ المجتمعات البشرية، التجمعات البشرية مضى عليها 1,000,000 سنة. يعني المجتمعات البشرية مر عليها 1,000,000 سنة. هذه الأديان تعتبر يعني قبل هذه الأديان التوحيدية الثلاث غير صالحة للعصر. هناك الهندوسية قبل الإسلام. أتحدث عن الإسلام والمسيحية واليهودية. لا تحصرني في الإسلام والمسيحية واليهودية. نعم. هذه أديان الشرق الأوسط. نعم. الهند بها 1.5 مليار هندوسي. الهندوسية تسبق الإسلام ب1000 سنة. لكن أنا سؤالي محدد، هذه الديانات السماوية الثلاث هل هي غير صالحة لعصرنا؟ كيف غير صالحة ويؤمن بها 3 مليار؟ مليار مسلم ومليارين مسيحي. الإيمان غير التطبيق. أنت تتحدث عن هل تنسجم هذه الأديان مع التغيرات التي نشهدها في عصرنا الحالي؟ اسأل المسلمين، لا أعرف أنا. روح اسأل المسلمين واسأل المسيحيين. هذا هل سؤال. تعتقد أنه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط خصوصا والمناطق التي وصلت إليها يد التطرف ينسجم مع الدين الإسلامي أم خارج عن الدين الإسلامي؟ المتطرفون ينظرون إلى بقية المسلمين باعتبارهم خطاة، ويعتبرون نفسهم هم الفرقة الناجية التي تطبق الإسلام، والبقية المسلمين ينظرون إلى هؤلاء المتطرفين باعتبارهم ليسوا من المسلمين وما يقدمونه ليس إسلاما. يعني هناك إشكال داخلي. وكيف ينظر إليهم برهان شاوي؟ أنا أنظر إلى التطرف باعتباره هو إرهاب. المتطرفون هم إرهابيون. مرتبط بالدين أم مرتبط بإيديولوجيات أخرى؟ الإرهاب مرتبط كل من يحمل إيديولوجيته. يعني هناك مثلا الخمير الحمر في كمبوديا يحملون الفكر الماركسي الشيوعي وهم إرهابيون، يعني قتلوا 20 مليون شخص.
يعني الإرهاب ليس له علاقة بعقيدة دينية، وإنما له علاقة بالتعصب لأيديولوجية ما، سواء كانت دينية أو سياسية أو علمانية أو أيا كانت. المهم هو يتعصب لها ويعتقد هي فوق الكل، ومن أجلها يجب أن يلغي الآخرين. بالحديث عن فكرة التعصب، هل أنت متعصب لفكرة فصل الدين عن الدولة؟ أنا لست متعصبا لهذه الفكرة، لأنه يعني قضية فصل الدين عن الدولة هذه طروحات علمانية نشأوا عليها الأوروبيين. وحتى يعني الآن لو ننظر إلى هذه المسألة، أوروبا تحكمها أحزاب مسيحية مؤمنة، هي أحزاب دينية مسيحية، لكنها لا تمزج بين فقه الديني والسياسة التي تضعها دساتيرهم. وبالتالي يعني تجربة أنا مع المجتمع المدني الذي يضمن الحقوق للجميع لكل العقائد والأديان، ولا يفرق بينها ولا يفضل بعضها على بعض، ويحتكم إلى فكرة المواطنة. الكل مواطنين، وسواء أيا كانت ملته أو دينه أو عقيدته أو مذهبه، الكل مواطنين في هذه البقعة الجغرافية التي تحمل سمة تحكمها دولة بقوانينها. جميل. أنا مع المجتمع المدني. طيب، كثير من الكتاب العرب والمفكرين العرب والمثقفين العرب عموما في فترة معينة، أتحدث عن قبل 50 سنة أو 40 سنة أو قبل ذلك بقليل، تكونوا في الاتحاد السوفيتي آنذاك، وبالتحديد في موسكو، وعادوا بأفكار يسارية، أفكار بين قوسين حمراء، أعلنوا عنها صراحة. اليوم إلى أي مدى ما زالت هذه الأفكار متأصلة موجودة في هذا العالم المفتوح على كثير من الحساسيات شوف، الإيديولوجية؟ أولا الماركسية قبل أن يتشكل الاتحاد السوفيتي، يعني ماركس مات سنة 1995، الثورة الاشتراكية في روسيا صارت 2017 يعني بعده. وبالتالي الفكر الماركسي كان منتشر في أوروبا قبل أن تكون له دولة. سقوط الاتحاد السوفيتي لا يعني سقوط هذا الفكر، بدليل أنه الصين الشيوعية 1.5 مليار من البشر يحكمها الحزب الشيوعي الصيني. هذا معطى إيجابي أو معطى سلبي؟ معطى أيديولوجي، ما له علاقة بالمعطيات. إنه مشكلة الأيديولوجية، أي أيديولوجية حينما تتحول إلى عقيدة من قبل الدولة تتحول إلى ما يشبه الدين، يعني تلزم الآخرين. يعني سبب سقوط الاتحاد السوفيتي أعتقد بغض النظر عن الحرب الباردة بين أمريكا ضده وأوروبا ضده، لأنه كان يحمل نواة موتة بقضية أنه أيديولوجية واحدة يجب أن تهيمن على الجميع وتفرض نفسها على الجميع ولا تتقبل أي فكرة أخرى. وهنا يعني مقتل الذي يحصل. أوروبا استمرت أن تتجاوز أزماتها لأن أتاحت الفرصة للحوار، لتقبل الآخر، لفكرة الديمقراطية، لوجود معارضة. الدولة تأخذ قوتها من وجود المعارضين الذين لا يريدون تهديمها وإنما يعترضون على نواقص. لكن في النهاية أنت قلت قبل قليل أستاذ برهان أنه كثير من الدول التي هي تسيطر على العالم حاليا مثل الولايات المتحدة تتكئ على معطى ديني. الولايات المتحدة لا ليس من الإنجيل. أنا قلت أوروبا ولم أقل أمريكا. أمريكا لا يحكمها حزب مسيحي، وإنما ألمانيا الآن ميركل هي زعيمة الحزب المسيحي، والاتحاد المسيحي هو الذي يحكم أوروبا. وهناك أحزاب. التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق تحديدا كان بمعطى على الأقل خطابيا من طرف بوش، بمعطى ديني يتحدث بأنه سنرفع راية الإنجيل. شوف، بوش راح، ولكن التدخل الأمريكي موجود مع أوباما حمامة السلام. الإمبريالية تغير ألوانها وجلدها مثل ما تغير الأفعى جلدها سنويا بشعارات جديدة ومصالح. والأمريكان كدولة مهيمنة إمبريالية في العالم لا تخفي نواياها ولا تخفي، يعني احنا مهووسين بنظرية المؤامرة، هم لا يتآمرون، هم يعني بصراحة يعلنون انه هم الدولة الأولى بالعالم ومن حقهم أن يغيروا سياسة العالم وينصبون ويعملون. ومنطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية بالنسبة لهم كجسر، كبزنس، يعني لأنه الحرب هي أموال، يعني كل صاروخ يطلق هو أموال.
تدفع، أما تدفعه الدول العربية أو الدولة ما يعني. ليست هناك حرب مجانية، وليست هناك حرب باسم شعار يأتون إلى أن بشعار ديني ويقتحمون الأماكن. أكو بزنس. نعم، الدول التي نتحدث عنها صوت الفكر فيها المفكرون المثقفون الكتاب صوت واضح وصريح. في المنطقة العربية خصوصا صوت المفكر العربي خافت، لا ينسجم مع التغيرات والتطورات خصوصا في السنوات الأخيرة وما يعرف بما يسمى بالربيع العربي. لماذا هذا التراجع أو هذا الخفوت أو هذا الخجل للمفكر العربي في التعاطي مع الأحداث العربية؟ ليس هناك ربيع عربي، يعني أنا أختلف مع هذا المصطلح. هناك اندفاعات تاريخية، حكومات كانت مستبدة تضغط على شعوبها، وحصل انفجار تاريخي لدى الشعوب العربية، وهذا مثل سد وانهدم أمام اندفاع الماء المحصور، فأنجب لنا أشياء كثيرة. يعني ما يسمى بالربيع العربي جاء لنا ببلاوي في المناطق، يعني حروب أهلية في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، ومصر مرشحة لمشاكل. وبالتالي يعني قضية المفكر، هناك مفكرون حاولوا، ولكن المفكر الحقيقي أيضا يواجه صعوبات وسائل الإعلام في نشر فكرة، صعوبة الجهل المنتشر، الجهل المقدس الذي أنت تحدثت عنه قبل فترة. هذا كله يؤثر على إيصال الأفكار. هناك مفكرون، يعني مراجعات جورج طرابيشي ومحمد جابر العابدي ومحمد أراكون وعبد الله العروي وهشام جعيط وسيد القمني وعبد الكريم خليل وعشرات، والدكتور محمد محمود وغيره. يعني موجودة هذه الطروحات والمساعي، ولكنها تبقى غير مؤثرة، لأنه ليست هناك منابر حقيقية تستطيع أن توصل أفكار هؤلاء الناس أمام هذا المد من سواء ديني أو حتى لا يقرأ. يعني بالمقابل هناك أيضا من يقول أن المنابر التي كانت تؤثر إلى زمن قريب، تحدث بالتحديد عن المنابر الخطابية الدينية المؤدلجة دينيا، لم تعد أيضا تصنع الفرق في المنطقة العربية. من يوجه العقل العربي في هذه السنوات الأخيرة؟ كيف يعني الآن وسائل الإعلام يعني في أوروبا، حتى العربية الموجودة في أوروبا تمول من دول الخليج، وهناك فضائيات تمول من دول الخليج، وهم المهيمنون عمليا في الإعلام العربي. والحكومات العربية أيضا خلقت إعلام خاص بها الذي يعني يتماهى معها وينسجم معها. يعني ليس لدينا إعلام يقف بالضد. الإعلام الديني موجود، القنوات الدينية موجودة. إن الدراسات الأخيرة تقول أن الشباب العربي يتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير مبالي بما يحدث في القنوات العربية. والأفكار، أنت تعلم أن الأفكار التي الموجودة على الفيسبوك أو تويتر تختلف تماما عن الأفكار الموجودة في الفضائيات العربية. صحيح. الفيسبوك ويعني قدم خدمة في أن يتجاوز الحدود والرقابة، وأتاح الفرصة لكل فرد أن يعبر عن نفسه وعن أفكاره بطريقته وبلغته. يعني الإحصاءات التي يطرحها الفيسبوك نفسه تشير إلى أنه هناك من يستخدم الفيسبوك يوميا بما يعادل مليار شخص على الكرة الأرضية. أنت تحدثت أنه الشباب العربي يستخدمه، ولكن ليس استخدامه بالاستخدام السليم. هناك الكثير من الاستخدامات السيئة للفيسبوك، علاقات شخصية وعلاقات غرامية وتبادل الأكل والنكات وأخبار كذا. ويعني إذا تطلع هذه النسبة منه تجد أنه الذي تتحدث عنه هو نسبة ضئيلة جدا، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار
الاعتبار نسبة الأمية في البلدان العربية ونسبة التطور التكنولوجي في البلاد العربية، بمعنى إلى أي حد يصل الاتصال والإنترنت في مناطق الدول العربية. يعني هناك أنت في العواصم أحيانا ينقطع عندك الاتصال، فكيف بالمناطق البعيدة وفي الريف وفي المدن البعيدة؟ صحيح. وبالتالي الحديث عن استخدامات الإنترنت واستخدامات الفيسبوك هي استخدامات نسبية لا تشكل النسبة الكبرى، ولكنها ساهمت بأتاحت فرصة من الحرية للتعبير، تعبير الإنسان العربي عن أنت نفسه. تناقض الآن من قالوا أن الفيسبوك هو الذي صنع الثورات العربية. هذا خطأ، هذه مبالغات. أنا أستاذ في الإعلام يعني وأدرس الصحافة الإلكترونية، هذه مبالغات يعني، ولكنها كانت بالمعنى يمكن قبولها، بالمعنى أنه أتاح الفيسبوك الفرصة للمرور والمروق من قبل الرقابة. يعني هناك معلومات تصلك في الثواني دون أن تمر برقابة، هذا صحيح. وهذا في حينما تكون مئات الألوف متظاهرة في ساحة التحرير في مصر وميدان التحرير، وكل من ماسك الموبايل مالته وتجي المعلومات دون أن تمر برقابة ودون أن منع، إذن هو ساهم. صحيح. ولكن ليس بالمعنى الآخر يعني. أستاذ برهان شاوي الكاتب والروائي العراقي، ربما في سؤال أخير، هل أنت متفائل بمستقبل العقل العربي أم متشائم أم على رأي إيميل حبيبي متشائل؟ متشائل، أنا متشائل يعني. نحن محكومون بالأمل كما يقول الراحل الله يرحمه سعد الله والنوس، ولكن أنا لا أرى أملا يعني على الأقل في هذه المرحلة التي نحن فيها. نحن نعيش فترة مظلمة، بلاد تتمزق، بلدان تتمزق، شعوب تقاتل بعضها، فتنة موجودة في بعض البلدان العربية، انتشار للطائفية والصراع المذهبي، وعودة لطروحات يعني صعبة وعنيفة وتدعو إلى العنف. وبالتالي لا أنتظر يعني على الأقل في هذه المرحلة أن يحدث شيء إيجابي، ولكن نحن نؤمن أنه لا يبقى شيء على حاله، الحال يتغير، وربما الأجيال القادمة ستعيد الحياة لهذه الأمة يعني. نتمنى ذلك. خلينا نختموها بالتفاؤل. أستاذ برهان شاوي، قد ترجع الأجيال الجديدة إن شاء الله ما ضاع من العقل العربي. مشاهدينا الكرام، ضيفي كان الأستاذ برهان شاوي، إلى لقاء آخر في لقاء اتصالون. السلام عليكم.